السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي احسن صحة. ما تنسوش كده تحطوا لايك بايديكم القمر كده. انا مش عارفة، مفيش تفاعل. ما انا شكلي كده هبدأ اغير المحتوى بتاع القناة دي وانزل محتوى تاني عشان مفيش تفاعل. مفيش حد بيحط لايكات، مفيش اشتراكات، مش عارفة في ايه. ما علينا. يا رب تكونوا بأحسن حال وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. هنبدأ بقى معاكم النهاردة الفيديو كده. انا قلت ابدأ معاكم من تنظيف من الاول خالص. انا بقى بصوا، كان عندي هياكل، جبت بقى اللي هي بحش الحته اللي هي الضفر اللي فوق ده عشان ده كله زفره، بقص كده بالمقص. انا بحب استعمل المقص، بيسهل عليا كتير. بصوا هنا بقى الجناح هنا. انتي ممكن تعملي اجنحه، بس ممكن تعملي، انا عايزه اقول لكم في طريقه الرقبه لها طريقه كده بتحشيها زي الحمام بالظبط. هبقى اعملها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. وهنا بقى هبدأ اقطعها الاجزاء. بصوا هنا بقطع دي كده، بروح قطع الجناح لوحده، وبقطع بقى الراس دي برميها طبعا. وبنضف بقى. بصوا بتاع الجلود الزايده دي وحته العضمايه دي برضه هغسلها وانضفها واقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. بصوا بنضفها بقى، فيها حاجه، فيها اي حاجه كده بشيلها وبنضفها كويس. مش برمي اي حاجه خالص، مفيش الا اللي هو الضفر بتاع الجناح ولو في حاجه بقى والراس برميهم. اعمل الباقيين دول هعمل بيهم حاجه دلوقتي هتشوفوها في الفيديو. بصوا بقى العظميه اللي انا بقطعها دي، هي دي بقى اللي انا هعملها دلوقتي معاكم في الشوربه يعني. انا بقى بقطع معاكم الجناح تاني اهو. انا بحب استخدم المقص، وفي ناس السكينه بتبقى سهله عليهم، بس انا بحب المقص يعني على طول كده. هغسل بقى الكميه كلها كده وهقطعهم. بصوا هنا برمي بقى الراس زي ما قلت لكم، انا مش بحبها بصراحه. هنا بقى الجلده الزايده دي انا برضو مش برميها، بغسلها وبنضفها. اقول لكم بقى على سر يشيل اي نوع زفاره. السر ده اول مره تسمعوه، هيخليلك الفراخ، الكبده، اي حاجه فيها زفاره بصوا بتشيلها. سمك بقى، كل حاجه. هي دي الخلطه الوحيده اللي انا بعتمدها، وهي دي اللي بتجيب من الاخر بصراحه بقى. ولا ملح ولا تقولي لي مثلا طحينه ولا مش عارف ايه. بصوا بقى معايا غسلت الكميه كلها، جبت بوله حطيت فيها ميه، دقيق، والمكون السحري بقى السكر يا ام محمد. ايوه سكر يا سكر، هو السكر اللي بيجيب من الاخر. سكر ودقيق وليمون، اكتر من كده ما تحطيش. وتسيبيها في النقعه دي، محلول النقع مثلا حوالي يعني على قد ما تقدري. انا بصراحه سيبتها لحد ما جهزت بقى بقيه الحاجات بتاعتي، وبدات بقى اشتغل اصفيها كويس. بصوا غسلت. بصوا بحط في المحلول ده بصراحه ساعات ما جربته، وانا مش بستعمل اي نوع حاجه تاني، ولا تقولي لي خلي بقى ولا اي حاجه خالص. احط بقى كلهم كده، واسيبهم بقى في المحلول بقى. وتيجي معايا هنا نعمل ايه. جبت حله فيها ميه. العظم ده مش هرميه، العظم ده هعمل بيه شويه شوربه، انما ايه حاجه كده فله. ميه سخنت معايا، هنزل بقى بالجلد ده وهنزل بالعظم، وهعمل منه احلى شويه شوربه. ليه هنحتاج الشوربه دلوقتي؟ بس خليكي معايا لاخر الفيديو، وان شاء الله هتاخدي افكار حلوه وان شاء الله يعجبك. في الشوربه بقى هعمل الشوربه اكنها شوربه عاديه خالص، بصل وطماطم ولورا وملح. كل حاجه كانت بتحط للشوربه انا حطيتها. بصوا هنا عملت شوربه مش عايزه اقول لكم جميله، طعمها جميل. ادخل بقى هنا على صينيه البطاطس، مقطعه بصل شرايح، جزر، بطاطس، فلفل احمر، فلفل اخضر،
ده كله كده وهركنهم بقى على جنب. نيجي بقى لايه، تتبيله الفراخ. معايا بصلايه مبشوره واقطع عليهم فلفل وهحط عليهم ايه، يعني مثلا جوز حبات طماطم معصورين في الخلاط كده. انا كنت عشان اعصر طماطم في الخلاط فخدت منهم شويه كده، يعني قيمه كوبايه. وهقلبهم بقى، احط عليهم ملح احط ملح وكمون وفلفل، ملح وكمون وفلفل وكزبره، وهقلبهم كويس. ومعايا طبعا بقى الفراخ وليمونه. بصوا، وبقى اقلب التتبيله دي كويس. وهجيب بقى الفراخ كنت غسلاها شطفتها كويس وصفيتها. بصوا شمعة حاجه كده، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص. نضفتها. وهنا بقى ايه، هكب عليها التتبيله دي. هفتح الجناحه كده عشان التتبيله تدخل فيها من جوه. كانت دايبه وكانت ملهاش حل. اديلها فتحتين كده بالسكينه. وهكب بقى عليهم التتبيله وهقلبهم بقى. هنخلي في التتبيله بقى دي. بصوا حطيتها دعكتها حلو قوي ودخلت كل حته فيها، حطيت فيها التتبيله. هنا بقى البطاطس رشيت عليها كمون فلفل وشويه ملح وقلبتهم كويس. انا كنت غسلاهم، غسله البطاطس وغسله الخضار كله مصفياه ومخليها زي الفل. بصوا هحط بقى عليها كميه البطاطس كلها. اتفرجوا لي بقى على الشكل الجميل ده. وهنا بقى حطيت عليها الطماطم من فوق وشلت شويه. بصوا هتعرفوا ليه شلت شويه دلوقتي في الخلاط. هنا جبت حله احط فيها شويه زيت. واول ما الزيت يسخن معايا هنزل معايا مكرونه وسط، اللي هي المكرونه دي مش عارفه انتوا بتسموها ايه. هنزل بقى بيها وهفضل اقلب فيها لحد ما تاخد معايا اللون اصفر. المكرونه كلها تاخد معايا اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده. بصوا هنا كانت اتحمرت كلها وخدت معايا اللون القمر ده. هنزل عليها بشويه الطماطم اللي انتوا شفتوهم في الاول اللي انا حشتهم. وهقلب وهنزل بالشوربه اللي احنا عملناها. الشوربه دي انا كنت عاملاها. بصوا حطيت واحد قرن فلفل كده واتفرجوا لي على